الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الأخوات الفاضلات، أنا أختكم في الله. اليوم بإذن الله نبدأ درسنا الفقه. المستوى الأول. في هذا المستوى ندرس عن العبادات. لا نتكلم عن كل العبادات، نكتفي بفقه الصلاة وبفقه الصيام. وفي المستوى الثاني إن شاء الله ندرس عن الزكاة وعن الحج. هيا نبدأ. أولا، مكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه في نفوس المسلمين. أهمية التراث الفقهي. إن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية، ذلك لأنه الأصل الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام، أصحيح أم فاسد، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله على أفعال العباد طلبا أو تخييرا أو ودعا. ولكن متى بدأت نشأة الفقه؟ وما سبب نشأته؟ وما هي خصائصه ومزاياه؟ وما واجب المسلمين تجاهه؟ إليك بيان ذلك مفصلا. بدأت نشأة الفقه تدريجيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة، وكان سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة، وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية ومعرفة الحقوق لكل إنسان وإيفاء المصالح المتجددة ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة. مكانة التراث الفقهي ومزاياه. يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص، أهمها ما يأتي. أولا، أن أساسه الوحي الإلهي. يتميز الفقه الإسلامي بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية. لأجل ذلك كل مجتهد مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين وما يتفرع عنهما مباشرة، وما ترشد إليه روح الشريعة ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، فكان بذلك كامل النشأة سوي البنية. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، شموله كل متطلبات الحياة. يمتاز الفقه الإسلامي بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة، وعام لبشرية، وخالد إلى يوم القيامة. فأحكامه فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، لتتحقق بيقظة الضمير والشعور بالواجب ومراقبة الله تعالى في السر والعلن واحترام الحقوق، غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله. ومن أجل تلك الغاية كانت الأحكام العملية، أعني الفقه تتعلق بما يصدر عن المكلف من الأقوال والأفعال والعقود والتصرفات. وهذه الأقوال والأفعال والتصرفات تشمل نوعين: النوع الأول أحكام العبادات: الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، النذر، يمين، ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقات الإنسان بربه. النوع الثاني أحكام المعاملات:
عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات. ألخص قولي: بدأت نشأة الفقه تدريجيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة، وسبب ظهور الفقه حاجة الناس إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة. ويمتاز الفقه الإسلامي أن أساسه الوحي الإلهي، والفقه الإسلامي يشمل كل متطلبات الحياة. الفقه يشمل النوعين: النوع الأول أحكام العبادات، النوع الثاني أحكام المعاملات. الدرس الأول: العبادات. أولا نتكلم عن الطهارة. لماذا نتكلم أولا عن الطهارة؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون الطهارة. هيا نتعلم عن أحكام الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، اصطلاحا رفع حدث وإزالة النجس. لأجل نتطهر بالمياه نتعرف أنواع المياه. المياه 3 أنواع. النوع الأول الطهور. ما معنى الطهور؟ الطهور هو الباقي على صفته التي خلق عليها، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. النوع الثاني الطاهر. ما معنى الطاهر؟ الطاهر ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة، وهو طاهر في نفسه إلا أنه لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأجل لتغير صفة من صفاته. النوع الثالث النجس. الماء النجس، وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثير، ولكن يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه، أعني بنزح النجاسة من المياه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير. أعني إذا نضيف إلى ماء نجس ماء كثير يصبح مطهر. أما إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة. إذا اشتبه، أعني يشك المسلم ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، تركها وتيمم، أعني يترك هذا الماء ويتيمم. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة، أعني إذا غلب على ظنه أن الثياب طاهرة يصلي فيها، إذا غلب على ظنه أن الثياب ليست بطاهرة يترك هذه الثياب ويصلي بغيرها. الموضوع الثاني أنواع الطهارة. الطهارة في الشرع معنوية وحسية. الطهارة الحسية هي طهارة الجوارح، والطهارة المعنوية هي طهارة القلوب من دنس الذنوب. الطهارة الحسية أعني طهارة الجوارح، أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث. أولا طهارة الحدث 3، أعني 3 أنواع.
الكبرى وهي الغسل، والصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما أعني النوع الثالث عند تعذرهما، أعني عند تعذر الماء والغسل والوضوء، وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غسل ومسح وندح، أعني غسل الخبث ومسح الخبث وندح الماء على الخبث. الغسل وهو تعميم الموضع بالماء. الندح وهو أن تأخذ كفا من ماء وترش بهذا الماء على مكان الخبث، على مكان النجاسة، مثل بول الصبي. المسح: تأخذ ماء بكفك وتمسح الموضع من غير جريان للماء، تمسح هذا المكان. أيها الأخوات الفاضلات، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن الآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.